على بالكم لو كان تخلطوا شوكولا بلون مع الطحينه اللي هي عباره على جلجلان مرحي حتى يطلق الزيت تاعو. انا شريته جاهز، تقدروا تخدموه وحدكم في الدار. نضيفوا لهم اي نوع تاع كاطو عندكم، مهم يكونش حلو. شويه جلجلان محمص، 2 مغارف زيت، وجميع المقادير راح نخليهم لكم مكتوبين لتحت. نحطوهم في المول تاعنا، نخبطوهم وندخلوهم المجمد 10 دقائق. بعدها نوجدوا الصابلي تاعنا اللي فيه المارغرين، البيض، سكر غلاس، لافاني، كاكاو، ونطموه بالفرينه، ما لازمش تعجنوه حتى يولي القوام تاعو طري متماسك. تحلوه بين 2 ساشيات وتطبعوه. الطابع يكون قد لو مول تاعنا. انا حبيت يكون عندي واحد متقوب واحد لا دونك تقبتو بأون دوي اللي تكون شويه كبيره. من الافضل تتقبوه داخل سنيوه باش ما يعذبكمش، تدخلوه يطيب حتى يحمر لكم من التحت. ومن الاحسن يكون رقيق هكا باش يجيكم شكل النهائي. شباب شوفوا الفرق بين صابلي عادي واللي خدمته انايا. ديروا شويه شوكولا بلون ولا شوكولا اولي باش برك تلصقوه. نديروا القاعده من الاسفل وهذاك اللي متقوب من الاعلى. راح تكونوا خدمتوا كاطو فيه الكو تاع حلوه الترك، وهو ما فيه ولا قطره تاع حلوه الترك. ما تنساوش تقولوا لي اذا عجبتكم الوصفه في التعليقات.